السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. طبعا زي ما انت سامع كده، ده المايك اللي انا لسه شاريه ب 350 جنيه. مايك الموبايل بيديله على وشه حرفيا. اصل انا بصراحه يعني ايه، قلت اطور في المحتوى كده يعني ايه، ولقيت مايك وايرلس ورخيص وكده فاهم، والاعلان بتاعه كان حلو قوي، فجريت زي المغفل اشتريته. فممكن يعني يا جماعه يعني نديله فرصه ثانيه، ممكن نديله فرصه ثانيه بس عشان انا مقهور على 350 جنيه. طيب ده كده مايك الموبايل، نركب المايك التاني. كده المفروض ان هو اشتغل. السلام عليكم ورحمه الله. عاملين ايه يا شباب؟ يا جماعه صوته سيء جدا، صوته سيء جدا يعني شكله مش طبيعي. بس انا كلمت البيدج اللي انا شاريها منهم وقلت لهم انا عايز فلوسي، وهم يعني تفهموا جدا وقالوا لي ان هم هيرجعوا لي الفلوس خلال 3 4 ايام يعني، وياخدوا المايك. بقول لك لو رنيت على الرقم ده تاني انا هجيبك واحد على خبر. مش بتاع الكلام ده الفاضي ده. يلا خد. فادعوا لي يا جدعان اخد فلوسي، عشان انا بصراحه انا عايزك تروق كده وتهدى وما تقرفناش معاك، لان احنا اساسا قرفانين ومخنوقين. احنا هنا في سله واحده، فما فيش اي وقت حد ينط من السله دي دلوقتي. اللي انا بس عايز اتكلم فيه اختصارا للوقت، ان البيدج اللي انا شاري منها المايك نصابين يعني، حراميه نصبوا عليا وقالوا لي ان هنرجع لك الفلوس وبتاع، وبعد كده ما عادوش بيردوا عليا خالص. فانا بصراحه يا جماعه متضايق جدا، انا متضايق جدا ان انا اتنصب عليا بصراحه، واكيد الناس دي نصبت على ناس تانية يعني، بيبيعوا منتج في الفيديو اللي هم بيعرضوه غير المنتج اللي هم بيبعتوه لك خالص. فبصراحه يا جماعه مفيش اي حاجه هتشفي غليلي من الناس دي غير ان الصفحه بتاعتهم تتقفل. فانا بطلب منك طلب صغير جدا، هتخش في اللينك اللي في اول كومنت او في الديسكربشن، تخش تعمل ريبورت نصب واحتيال على الفيسبوك. فاتمنى منكم ان انتوا تعملوا حاجه زي كده وتخدموني في الموضوع ده، لان يا جماعه اكتر حاجه ممكن تضايق الانسان ان هو يتنصب عليه او يضحك عليه. ونصيحه يا جماعه، ما تشتروش اي حاجه من على بيجات الفيسبوك. هتشتري حاجه من على بيج الفيسبوك يكون البيج دي ليها محل مثلا او مكان، عشان لو في اي حاجه تقدر ان انت ترجع لهم، وتقدر ان انت تروح المكان وتعرف تاخد حق. لان للاسف ما عادش في ضمير يعني، واحد بيعرض لك حاجه وبيبيع لك حاجه تانية يعني، حسبي الله ونعم الوكيل. وبس كده، انا اسف جدا على الاطاله يا جماعه، بس دي كانت حاجه مهمه يعني، كان لازم اتكلم فيها. نخش في الفيديو بقى. المهم يعني يا جماعه، بقلب في الفيسبوك كده من كام يوم يعني، فلقيت لقطه كده من فيلم كامبو وكده. فالفيلم ده كنت بخاف منه جدا وانا صغير، ففكرت قلت ليه ما نجيبوش ونعمل عليه رياكت ونشوف ايه الغلطات اللي فيه، ويعني نكسر حاجز الخوف كده ونشوف يعني كنا بنخاف ليه واحنا صغيرين من الفيلم ده. وهي تبقى تجربه جديده برضه، ممكن يعني تعجبكم وتبقى نوع جديد في المحتوى يعني. ده انا بننوع، بس لازم انوه ان انا مش جاي احكي لك الفيلم يعني، احنا مش قناه ملخصات فاهم، احنا جايين نعمل عليه رياكت زيه زي اي حاجه بنتكلم عنها عادي. فلو انت جاي تسمع قصه الفيلم بقى والملخص بتاعه كده، فالفيديو ده مش ليك، احنا جايين نعمل حاجه تانية خالص. يا ريت بس قبل ما نبدا تعمل لايك، علشان عايزين نوصل الفيديو ده 2000 لايك. ولو انت لسه جديد في القناه واول مره تشوفني او تسمعني، فانا يوسف هاني او جو، شاب عادي وعاصي، ولكن بحاول استغل الكوميديا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو انت مهتم اعمل سبسكرايب، علشان عايزين نوصل 20000 مشترك في اقرب وقت. وصلي على سيد الخلق عليه افضل الصلاه والسلام، وادعي لاخواتنا ربنا ينصرهم ويقويهم. ويلا بينا نبدا الفيديو. سنة وانت طيب. كنت طيب يا حاج. وائل انت وائل ما تستهبلش، اي نعم انا اللي كنت داخل ابوسك، بس ما تستهبلش برضه. يعني مش عارف، تقريبا كانت ناسيه، فافتكرت كده في النص ان هي مش بتبوس، تحسها كانت فاقده الذاكره. ووائل ما شاء الله عليه ما بيصدق فاهم، داخل يهجم على طول. احترم نفسك يا وائل، احنا لسه في اول الفيلم، حرام الكلام ده يا حبيبي. نجم الفيلم. في الواد دوت يعني مش بطال، بس هو عامل ورور كده، عامل زي فرد الحمام اللي مش متظبط ليه. يا باشا اذا كان على ده يعني هحلها لك. الحق يا معلم، البنت بتاعتك هاريه نفسها رقصه مع الواد اللي هناك ده، الحق الدنيا. يوه مش الطريقه دي على فكره خالص. يا بقى الزفت اللي بتشربيه ده، وكفايه انت الخنقه اللي انت عاملها لي، وتعالى بينا نرقص. تعبت من اللبس اللي بتلبسيه والقرف اللي بتعمليه ده. تصدق ان انا اتخنقت منك اساسا. بس كده يا معلم، انت راجل قوي. هو على فكره يا جماعه هو طول الفيلم كده يعني، هو بيتعصب وبياخد اكشن، وبعد كده تلاقيه ما عملش اي حاجه عادي فاهم. جاب شدها وعمل الحوارات دي كلها، وفي الاخر سابها تروح تكمل رقص مع الواد اللي كانت بترقص معاه عادي. الواد ده اكتشاف. طب تصدق انا همضيك. احبس يا ابو صدر واسع. تصدقوا تؤمنوا بالله، انتوا تستاهلوا اللي هيحصل فيكم شويه كده. اشوفك في الاخره بقى. اخربك فين؟ مفيش في وشك مكان يا عم وانت هتركن. جين تحب اقصرك؟ ميرسي يا ياسر، خليك معاهم. بطمني التليفون. غول تمثيل يعني، حرفيا يا جماعه غول تمثيل يعني. ده كان اعلى واحد فيهم اساسا، ده الجنتل الوحيد اللي فيهم بقى، هو الوحيد اللي كسب في الاخر وبتاع، فكان ده التوب يعني. انا سمعت ان هو كان مترشح للاوسكار، بس هيث ليدجر بتاع ذا دارك نايت هو اللي خدها. انتوا فاهمين بقى يا جماعه، واسطه ومحسوبيه كوسه، هم هناك بره مع بعض.
انا نفسي افهم حاجه بس يا جماعه، هم ليه كاتبين التتر بالعربي وبالانجليزي وكاتبينه غلط كمان؟ يعني هو الراجل اللي اسمه بالعربي محسن نصر خليتوه بالانجليزي محسن ناصر، ومدير التصوير ترجمتها بالانجليزي كاميرا مان. ده لو عيل في ابتدائي هو اللي مترجم التتر ما كانش غلط الغلطات دي. يا لهوي، ده احنا لسه في التتر يا جدعان. ده احنا لسه في التتر. وفي حاجه غريبه جدا بقى يا جماعه بتحصل، تمام مثلا واقفين بيتكلموا عادي عادي جدا، تلاقي فجاه الكادر قام متغير، لا ما تفهمش ده بير سلم ده ولا ايه، والتاني برضو جايب لك شقه والكاميرا عماله تتهز. يعني ده المفروض ده رعب، المفروض ده مشهد يعني انا خايف منه واتجعز. بص انا مش فاهم وانت مش فاهم، وهم اصلا هم بيعملوه ما همش فاهمين. يعني دلوقتي بعد مرور فتره زمنيه شاكيناز دي ماتت، اللي هي كانت تقريبا مع الواد ده، شربوهم عصير وبعد كده قاموا جايبين لك شوت بير السلم وشوت الشقه، وبعد كده في بالونه فرقعت، ده اتصدم هو والواد التاني اللي هو النجم بتاعنا، وبس كده ماتت. ما تفهمش بقى ايه اللي بيحصل. رتب انت بقى الاحداث، تخيلها من عندك، ما تعرفناش معاك. دلوقتي يا جماعه هو المفروض ان هو ايه، بيبص لقبر شاكيناز زي ما هو واقف عادي، تمام؟ الكاميرا بتتحرك يعني عشان تجيبه بقى هو واقف حزين وبتاع، بيبص للكاميرا. يعني هو قبر شاكيناز بيخمس فانت عملت تلف معاه. يا عم بص للقبر يا عم، ما تبصش للكاميرا. هي المقابر قليله قوي كده ليه؟ وليه قبر شاكيناز حادف شمال كده؟ وهو انتوا فين اصلا يا جدعان؟ يعني ده ايه المكان ده؟ يعني انا ما شفتش المكان ده تقريبا غير في فيلم عوكل لما طلع من التابوت. يعني انتوا بره مصر ولا انتوا فين؟ اللوكيشن فين؟ اللوكيشن المقابر دي فين؟ هي غلطتي، انا نسيت ان شكلي مدفونه هنا، يا ريتني سافرتكم من طريق تاني. ايوه يا ابني، يعني انتوا مسافرين فين؟ ولا انتوا مسافرين بطياره يعني ولا ايه؟ ما انا مش فاهم. يعني اصل دي شكلها غابه، يعني هي شاكيناز من افريقيا، ما هو مقابر ايه اللي في الغابه دي؟ اعيروا كلمه. ما تقدس نفسك ايه يا استاذ؟ اعير الكلمه قبل ما تقولها. طب ازاي بقى؟ يعني انا عايز افهم ازاي، اقنعني. يعني العربيه الحمراء اوطى عربيه فيهم، وهما ماشيين بيبصوا لهم من فوق كانه راكب ونش، يعني ده ارتفاع عربيه شحن. يعني مش عارف المنطقيه فين في الفيلم ده. طبعا زي ما انت شايف كده الشباب دخلوا من الطريق السريع كده في حته زي صحراء، واخد بالك، في كامب على بعد 40 كيلو، يعني 40 كيلو في الصحراء، هم رايحين يصيفوا هناك بقى وايا كان. يعني شباب وبنات طالعين لوحدهم في الصحراء حرفيا، فاهم؟ وما تفهمش اهل العيال دي فين. يعني ما شفتش حتى حد جارهم، يعني ولا واحده من البنات دي ما شفتلهاش ابن خاله مثلا يعني موجود في الفيلم. بس عشان ما نظلمهمش جايبين معاهم بنت صغيره يعني محرم، واخد بالك. وبعد 40 كيلو راحوا بلد تانية تقريبا، وصلوا على الاسفلت، وما تفهمش دي مدرسه دي ولا مستوصف ولا ايه اللي هم وصلوا له ده. والمكان ده كان فندق قديم زمان مشهور، ودلوقتي بقى خرابه يا ابني. دي حته مقطوعه اللي انت جايبنا فيها دي. يا راجل انت لسه مكتشف ان هي حتى مقطوعه؟ وبعدين ده فندق ولا كامب ولا مدرسه ولا مستشفى ولا انتوا فين يا جدعان بالظبط؟ بعدين انت دلوقتي بتقول ده كان فندق زمان قديم ومشهور، يعني دلوقتي هو مهجور، انتوا جايين تعملوا ايه؟ ايه يا وائل؟ ايه يا تامر؟ يا شباب يا مخرج انت فين من اللي بيحصل ده؟ مش ده طلبك يا وائل؟ طب استنى، بصوا يا جماعه، هو المكان فعلا هنا قديم، بس بجد احنا ممكن نيجي هنا نهدي اعصابنا. انت بتهرج يا ابني، تعال نشوف مكان تاني. يا سور استنى يا ياسر، عيب عليك توافقهم، ده انا جايبهم هنا مخصوص عشانك، عشان تقدر تستفرد بدماغ نانسي وتقدر تقنعها بموضوع الجواز، بدل ما هي عماله تهرب منك بالديسكوهات والحركات، ولا ايه؟ قشطه يا جماعه، والله المكان شكله كويس. البطل بتاعنا ما عندوش شخصيه بجنيه يعني قال له كلمتين اقنعه، والاولاني برضه اقتنع. الواد تامر ده مقنع ما شاء الله عليه، الواد لسانه فيه مخدر يخرب بيت عقله. تعالي بقى ندخل من باب اللي على البحر. انا مش فاهم يا جدعان الناس دي فين؟ يعني بحر ايه وصحرة ايه وكومباوند ايه ده ولا فندق ايه؟ انا مش فاهم حاجه والله العظيم ما فاهم حاجه. انتوا فين؟ ده عوالم موازيه، يعني دي بوابات بتخشوا منها بتروحوا اماكن تانية. مفيش حد هنا ولا ايه؟ والله اللي هنا يا ابني هو مش المفروض الفندق ده مهجور وانتوا جايين هنا لوحدكم؟ بتدور على مين؟ يعني ده مكان مقطوع، مين اللي هيبقى عايش في المكان ده؟ ايه ده، في ناس موجودين؟ سبحان الله. معلش انا اسف انا اسف. تمام. ايه ده؟ ده عم حسين صاحب الكامب. عم حسنين، اصحى يا عم حسنين. انتوا مين؟ وعايزين ايه؟ اما حسنين هو انت مش صاحب الكامب؟ والمفروض الكامب ده بيجي له زوار وكلام من ده، انت مستغرب انتوا مين وعايزين ايه؟ تحس ان هم دخلوا شقته. اهلا شرفتوا المنتجع. اتفضل بقى منتجع بقى، ما حدش هيدور ورانا، فاهم؟ بقى منتجع بقى، فندق، كامب، اي حاجه. ازيك يا عم حسنين؟ انا تامر. هي خدمه؟ انت مش فاكرني ولا يا عم حسنين؟ انا كنت عندك هنا من شهرين. كسك عليا، فاكرني ولا لا؟
طبعا فاكراك. تامر كانه مقيم في المكان، يعني هو بيتكلم كانه هو كان عايش في المكان ده تقريبا، وهو ما دخل اصلا هو مفيش حد هنا في المكان ولا ايه؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ مفيش حد هنا يا ابني ولا ايه؟ مش عارف. هو داخل كان اول مره يخش، بعد ما دخل وشافهم بقى مقيم، كان عايش هنا بقاله 3-4 سنين. اصل احنا داخلين مبوله. قولي عاوز اوضه ولا 2؟ ايه ده؟ لا طبعا احنا عايزين لكل واحد فينا اوضه لوحده. سوري يا حبوبه، المنتجع النهارده كومبليت. احلى حاجه في المكان هنا الهدوء والسكينه، ده بالرغم انه مليان بالزباين، بس دايما هتلاقوا نفسكم لوحدكم، لا بتشوفوا حد ولا حد بيشوف. طبعا ده علشان ايه؟ القاتل يعرف يقتل براحته، وبرضه عشان مفيش بادجت ان احنا نجيب ممثلين نحطهم في ايه في المكان يعني، ونبين ان المكان بقى ايه شغال وكده. هو لطفي لبيب بيعمل ايه يا جدعان؟ بيلعب بالكوتشينه وهو بيبرق، يخرب بيت الشر. طب دي كانت بتعمل ايه جوه؟ طافيه النور وعماله بتخمس في الاوضه، بتعمل ايه؟ خلاص اهدي بس مفيش حد يوضب الاوض في الضلمه. هي اكيد خلصتها من زمان، بس طبعا كانت مستنيه البقشيش. ايوه دايما كده تلاقيهم بيستنوا البقشيش في الاوض في الضلمه عشان بيبقى فيه بركه يعني. بصوا ما تحاولوش تدوروا على تفسيرات للي بيحصل ده عشان مش هتلاقوا. انت بتعملي عندك بقى يا شيرين؟ خبطت على كل الاوض، لا حد فتح ولا حد رد عليا. ليه يا شيرين؟ ده انت حتى ما لحقتوش تقعدوا 5 دقايق على بعض عشان يعني تشكوا ان مفيش حد موجود في المكان. مفيش مبرر، ما يعني اللي بيحصل ده ملوش اي مبرر غير ان المخرج قال لهم اعملوا كده يعني. هو المخرج هو السبب في اللي بيحصل ده. المشكله ان انا قايله لمامي وبابي ان احنا في مكان عام، وده معناه اني بضحك عليهم. يا سلام على الاخلاق يا مامي وبابي، اعتراضهم على المكان لازم يكون عام، ما ينفعش يكون خاص. يعني انك تروحي مع شباب لوحدك كده في مكان مقطوع عادي، بقى المهم ان هو مكان عام، لكن خاص عيب. هنهزر؟ احنا صعايده والكلام ما ياكلش عندنا. الحل يعني نتصاحب مثلا من غير جواز؟ الحل منحله يا ابني، ده احنا في 2007، ده انت قديم قوي. هو الراجل محترم مش هينفع اقول لك كلمه تانية، وانا برضو محترم مش هينفع اقول لك برضو كلمه تانية. بس هو يا جماعه دلوقتي البت دي والواد ده، الواد محترم والبت مش كويسه، الاتنين التانيين بقى الواد الفرفور مش كويس، البت التانية محترمه، فانتوا بدلوا مع بعض يعني، 2 يتجوزوا ويعيشوا في الحلال و2 يمشوا مع بعض ويعيشوا في الحرام، وجهنم وبئس المصير باذن الله. انا اسف والله يا جماعه، انا عارف ان في ناس بتحب ان انا اتكلم بجد شويه وندخل الدين في الموضوع وكده، بس هنا الاخلاق منعدمه اساسا يعني، فاهم؟ انا اقعد بقى نتكلم وان ما ينفعش ولد وبنت يصاحبوا بعض وما ينفعش يخرجوا مع بعض، دول اصلا مسافرين مع بعض، فاهم؟ رايحين يصيفوا سوا، فالموضوع ضايع خالص. يا جماعه الموضوع مش كده، من اول يوم كده تاخدوهم وش يا ابني. الاول بص تدلعوهم، تحشكوهم، ترقصوهم، تغني لهم اغنيه كده رومانسيه تاكل بيها دماغهم، بعد كده تعملوا اللي انتوا عايزينه. يا سلام عليك يا تامر، هو اللي جايبهم المكان وهو اللي بيقول لهم يعملوا ايه. تامر قايم بدور الشيطان كما يقول الكتاب، شيطان بقرون كمان مش شيطان عادي. اخبروه انه مجرد دور في فيلم لا يجب عليه ان يتقنه لهذه الدرجه. يا عم انا مش عايز كل ده، انا عايز اتجوز. الراجل طموحه بسيط يا جدعان، الراجل مشطب شقته وعنده العربيه والمصلحه بتاعته شغاله، هو راجل عايز يتجوز، عايز يكمل نص دينه. انت بقى عمو ايه؟ برضه اتجوز بس بطريقه الوهبه، يعني تقول لي وهبتك نفسي اقول لها وهبتك نفسي. يا جماعه ارحمونا بقى، احنا ما صدقنا خلصنا، احنا نعيده تاني. يا ابني انت عبيط ولا شكلك كده؟ ايه اللي هيخلي شيرين تيجي معانا هنا وهي عارفه اللي في دماغي كويس؟ شيرين عارفه انك اتغيرت، وكمان دي طالعه رحله مع اصحابها، يعني عادي جدا يا جدعان، صدقوني شيرين مش كده. يا سلام عليك. المشكله بقى ان هو اصلا مصاحب بنت شمال يعني والبنت دي ابو كده يعني، وبتعرض نفسها عليه وحاجه يعني قله ادب، وماشي معاها عادي، عايز يتجوزها يعني. بتفكر ازاي انت طيب يعني؟ انا مش فاهم. اصل انت كلامك كان ظريف قوي يا بنتي بهزر معاكي، وبعدين بصراحه كنت بمتحن. هبل انا بقى عشان اصدقك. اساسا من المكان اللي انت جايبنا فيه ده واضح انها خطه عشان اللي في دماغك ولا ايه؟ يعني انت عارفه اللي في دماغه ومتاكده منه، جيتي ليه؟ انا مش جيتي ليه يا ماما؟ جيتي ليه؟ لا احنا كده لو خدنا بالنا من العلاقات هنتشل. طب ده نزل منين بقى يا جماعه؟ يعني بالعقل وبالمنطق، يعني السلم هناك اهو تمام، هنط المسافه دي كلها عشان يجي لحد الترابيزه ازاي؟ يعني هو هالك؟ هل هو هالك؟ انت لا ما بتكبرش ابدا. تامر لو كبر ما يبقاش تامر بصراحه بقى، هو كل حاجه فيه صغيره حتى دماغه. ايه ده؟ هو ايه يا جماعه في ايه؟ هو في 2008 ما كانش فيه رقابه يعني ولا ايه؟ مش فاهم، ولا الكلام ده ما كانش بيتفهم غلط ساعتها يعني ولا ايه؟ دي ازاي مرت كده يعني؟ البت دي نفسها اصلا ازاي مثلت عشان بس ابقى فاهم يعني؟ البت دي ازاي اصلا مرت من اختبارات التمثيل؟ هو احنا هنهزر يا عم، ده فيلم تحت السلم صباح الفل. انا مش عارف انتوا طلعتوا لي من انهي داهيه. هو الواد المسطول من ساعة ما فرقع عجل العربية بتاعته جنبنا هنا واكتشف المكان وأنا مش مستريح.
جماعه انا مش عارف جمال عامل في نفسه كده ليه. يعني المفروض ان جمال هو اصلا السفاح، تمام، ما اتكلمش كلمه تقريبا من اول الفيلم. يعني المفروض السفاح ده بيبقى عنده خطه من الاول، تمام. لا، هو تامر هو اللي جايبهم من مكان، هو اللي عمال يخض فيهم، وهو اللي اصلا قايم بدور الشيطان، عمال يوحي العيال على البنات وبتاع. فكان المفروض اللي يحصل ان جمال هو اللي يعمل كده مكان تامر، علشان لما يخلص عليهم يبقى في حاجه منطقيه، فاهم؟ لكن هو جمال جاي ومعاه اللبس الاسود ومعاه السكينه ومعاه الوش، وهو اصلا ما يعرفش هم رايحين فين، ولا يعرف ان هم كانوا رايحين مكان مقطوع ولا اي حاجه. هو جاي كده، يعني لو رحنا مكان مقطوع هخلص عليهم، ما رحناش مناسبه تانية ان شاء الله او فيلم تاني. بعدين انا عايز افهم هو اصلا عايز يخلص عليهم ليه؟ والله العظيم بجد انا لحد الان مش فاهم، يعني ما اعرفش هم عملوا له ايه. انت راجل غريب قوي. حصل، ده السؤال الوحيد المنطقي في الفيلم كله على فكره. يعني مش عارف اصلا الفنان لطفي لبيب ماسك التفاحه وعمال يقطعها وبيرميها في الارض ليه، وعمال يلعب بالكوتشينه مع نفسه، ويعني حاجات، بيعمل حاجات غريبه. فهو شكله طالع بدور واحد مريض نفسي، في حاجه في مخه بتاع. فاعتقد ان هو كان اولى يبقى هو السفاح، يعني كان الموضوع يبقى منطقي برضو اكتر. ومكانك نفسه غريب. هو حلو قوي بس مفيش حد بيحبه. الظاهر كده ان انت اللي بتطفشهم. مش انا، ده القتيل. هم وقفوا لبعض ليه؟ هو المفروض لما قال له ده القتيل، جمال اتصدم فوقف من الصدمه، فلطفي لبيب ما كانش معاه، قال له انت هتستطول نفسك علينا لا ولا ايه؟ فقام رايح واقف ومبرق له قوي، فاهم؟ كان المفروض بقى يقوم بالسكينه ويخلص الفيلم على كده، كان رحمنا من ال 40 دقيقه اللي لسه جايين في الفيلم. في واحد اتقتل هنا. وايه المشكله؟ ما ده ممكن يحصل في اي فندق. لكن هنا الروح بتتحرك من اول الليل في المكان اللي حصلت فيه الجريمه وتضايق كل اللي حواليها. يظهر القاتل لسه حر. وهنا بقى يعني في اللحظه دي جمال بقى بتجيله الفكره بقى، فبيروح القاهره كده صد رد، يجيب العبايه السوداء ويجيب ميك اب ارتست معاه وهو جاي عشان تعمل له مكياج السفاح، واخد بالك، وبيسرق السكينه بتاعت لطفي لبيب اللي كان بيقطع بيها التفاح وبيرميها على الارض، وبيبدا بقى المذبحه. فلو انتوا حابين ان انا اكمل باقي الفيلم، لان لسه نص الفيلم تقريبا، فالفيديو هيطول مننا جامد، فلو الفيديو عجبكم وحابين ان انا اعمل باقي الفيلم قولوا لي في الكومنتات، واعملوا لايك. يعني اللايكات هتحدد اذا كان الفيديو انتوا حبيتوه ولا لا. يعني على الاقل نجيب مثلا 1500 لايك، يعني الفيديو ده يوصل 1500 لايك، اعرف ان الفيديو عجبكم فاتحمس بقى وابدا اشتغل على بقيه الفيلم، لان في ناس ما بتحبش تكتب كومنتات او بتكسل، فاهم؟ فيعني اعمل لايك. ويعني لو انت اول مره تشوفني اعمل سبسكرايب علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده برضو. ويا ريت يا جماعه ما تنسوش تخشوا تعملوا ريبورت للصفحه اللي انا قلت لكم عليها في اول فيديو، العالم النصابه دي. بس يا سيدي انا عارف ان انا طولت عليك وخنقتك، بس استحملني شويه. لو انت وصلت يعني للدقيقه دي في الفيديو انزل قول لي في الكومنتات وصلت يا جو، وانا هقول لك خلصانه. هقول لك وانا هقول لك خلصانه. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. سلام. كده بس الحارس وهو ماشي قام زق الراجل برجله كده، فموسى اللي في المسلسل ما جاتش معاه، فقام راح قام جايب طوبه ونازل بيها على دماغ الحارس مفشفشها له لحد ما مات. يعني هم هنا مطلعين سيدنا موسى قاتل قتله عن عمد، بس مش هنا المشكله. المشكله بقى ان لما فرعون عرف ان ابن اخته قتل واحد من الحراس امر بقتله. يعني فرعون اللي عمال يقتل في البشر كلهم ويدبح في العيال الصغيره، لما ابن اخته قتل واحد من الحراس كده، واحد ملوش لازمه من الحراس، امر ان هم يقتلوا ابن اخته. لا ما ينفع.